دايرنا يوم نغير لك الموضوع، واحد يقول لك موضوعكم كل واحد، الحلقات كلها واحد، ما عندكم حاجة غير الموضوع ده. ربنا سبحانه وتعالى قال وقال الذين لا يؤمنون بآياتنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبعه إلا ما يوحى إلي. نحن ما بيدنا حاجة، نحن الله قال لنا تبدو بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نحن لاقينا هنا المساكين بيطوفوا بالجباب، والعيان بيمشي للشيخ وبيشربوا المويه بتاعت الوضو بتاعت الشيخ، وبيطوفوا بالقبه وبيتمسحوا بها، وبيمشوا للشيخ يضحوا له وينذروا له من دون الله سبحانه وتعالى. نحن لا بد أن نبدأ بما بدأ به الأنبياء، ولا بد أن نكون ناصحين لأهلنا ولجميع المسلمين ولجميع الناس على وجه الكرة الأرضية، أن نبدأ لهم بما بدأ الله وبما بدأ الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ننقذهم مما هم فيه من الضلال ومما هم فيه من الشرك، ونبدأ لهم بذلك، ونكون بذلك اتبعنا شرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول للصوفية وغيرهم اللي هم الآن بيعتبروا إنه كأنه نحن بعد ما بنقدر نشتغل، يا دوب كده نحن أضعنا بردا، والله يا دوب كده نحن تفرغنا للشغلة دي، الشغلة دي بعد ما رقنا لها برا مرة واحد. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. احنا دايرين من جميع الأخوان الدعاة الناس اللي عرفوا حق، وأي مسلم هو داعية إلى الله سبحانه وتعالى تشد المئزر، تكرب نفسك وتفتح الكتب وتقرأ وتعرف الشبه، تعرف الرد عليها، وتشتغل مباركا أينما كنتم.